بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايب قلبي، شباب تالتة اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم مستر شريف انجلش تيتشر، والنهارده ان شاء الله هناخد مع بعض الجرامر الخاص بيونت 7، اول يونت عندنا في الترم الثاني بالكامل، وهنخلصه في فيديو واحد وهيكون قصير ان شاء الله بدون اي صعوبات. عايزك كده تبدا الترم الثاني بتركيز، لان الترم الثاني قصير وداخل فيه رمضان والعيد، فعايزين نخلصه بسرعه وان شاء الله كلكم تنجحوا وتجيبوا درجات عاليه. فيلا على بركه الله نبدا، نصلي على رسول الله. طيب خليني اقول لك ان الجرامر الخاص بيونت 7 بيتكلم عن الباسيف. ايه هو الباسيف يا مستر؟ يعني المبني للمجهول. طيب ايه هو المبني للمجهول ده؟ المبني للمجهول ده زي ما اقول لك كده بالعربي، اختي نظفت الغرفه، دي جمله عاديه. احولها ازاي للمبني للمجهول؟ هقول لك الغرفه نظفت، الغرفه نظفت او تم تنظيف الغرفه. طيب ايه الفرق وليه بستخدمه وليه بندرسه اصلا؟ خليني اقول لك ان المبني للمجهول ده ليه كذا سبب لاستخدامه. اول حاجه، اوقات كتير ما نبقاش عارفين مين هو الشخص او مين الفاعل اللي عمل الفعل ده. هنا بضطر استخدم المبني للمجهول، ان انا يعني مثلا الاوضه كانت مبهدله، جيت لقيتها فجاه نظيفه ومتروقه، فانا هقول تم تنظيف الغرفه، لكن ما اعرفش مين اللي نظفها. ده اول حاجه. تاني حاجه، يعني احنا هنا قلنا اول حاجه بنستخدمه لما ما بنكونش عارفين مين هو الفاعل او مين اللي عمل الحدث او الفعل ده. تاني حاجه، اوقات كتير بيبقى الحدث نفسه اهم من الفاعل، فما نبقاش عايزين نذكر الفاعل لان الحدث نفسه اهم. تمام. تالت حاجه، اوقات كتير بنبقى عارفين مين هو الشخص اللي عمل الفعل ده، ولكن مش عايزين نذكره او نقول هو مين علشان ما نحطوش موضع مسؤوليه او لوم. زي ايه؟ زي مثلا انت كسرت حاجه في البيت او بوظت حاجه في البيت، فبدل ما تقول ان انت اللي عملت كده، بتقول لا الحاجه دي اتكسرت. ليه؟ مش عايز تحط نفسك موضع لوم او مسؤوليه. دي كده الاسباب اللي بنستخدم فيها الباسيف او المبني للمجهول. طيب المقرر علينا في الترم ده ان احنا نستخدم الباسيف مع البريزنت سامبل اللي هو المضارع البسيط، والباست سامبل الماضي البسيط. يعني نستخدمه مع زمانين، البريزنت سامبل والباست سامبل. فاذا قبل ما ندخل على الباسيف محتاجين نراجع سريعا على كل من الزمنين دول. طيب خلينا نبدا الاول بالبريزنت سامبل اللي هو المضارع البسيط، سهل جدا ودرسناه كتير قبل كده. طيب تكوينه ايه؟ بيتكون من السبجكت. ايه هو السبجكت يا مستر؟ اللي هو الفاعل او الشخص اللي عمل الحاجه، زائد البيس فورم. يعني ايه البيس فورم؟ يعني التصريف الاول للفعل او الفعل بدون اضافات. وبعد كده بنحط الايه؟ الاوبجكت. يعني ايه؟ يعني بنحط المفعول. طيب بس خلي بالنا ان مع هي وشي وات بنحط الفعل اس او اي اس او اي اس. طيب خلينا نشوف كده. احنا قلنا السبجكت اللي هو الفاعل، يعني ممكن يكون I، ممكن يكون you، ممكن يكون we او they، اي حاجة من دي. بعد كده التصريف الاول للفعل ممكن اقول مثلا اي حاجة من دول، واقول play مثلا، واكمل الجملة مثلا وليكن football every day، يعني انا بلعب كورة كل يوم. حطيت هنا اي subject من دول. طيب لو هحط مع هي او شي اوقات، احنا قلنا بنضيف للفعل s او es او ies. فمثلا لنفترض هنا he او she، هقول ايه؟ play ولا plays؟ plays طبعا. ليه؟ لان احنا قلنا هنا مع هي وشي وات بنحط اس او اي اس او اي اس للفعل، واكمل الجمله عادي جدا. طيب حلو جدا. طيب لما اجي انفي هعمل ايه؟ كل اللي عليك هتستخدم don't او doesn't. don't ودي بتيجي مع I و you و we و they، وعندنا doesn't بستخدمها مع ايه؟ ها؟ برافو عليكم، مع he وشي وات. يبقى don't بستخدمها مع I و you و they، و doesn't بستخدمها مع he و she و it. طب ناخد مثال مثلا. لما اجي اقول I، هقول don't طبعا لان هنا ايه؟ استخدمت I don't. عايزين ننفي الجمله اللي قلناها من شويه، هقول I don't play، واكمل الجمله عادي football every day. طيب لو مع he او she و it هنحط doesn't طبعا زي ما احنا شايفين، هتبقى he doesn't play football. طيب لو تكوين السؤال هنعمل ايه يا شباب؟ طبعا زي ما احنا عارفين بنحط do او does فين؟ في بداية الجملة. طيب امتى بستخدم do؟ طبعا زي ما احنا عارفين مع I و you و we و they، و does طبعا مع he و she و it. طيب ناخد مثال كده. اجي اقول مثلا do you play football؟ حط question mark. طيب ممكن برضو نفس السؤال. طيب بس استخدم does، هقول ايه؟ does he play
طبعا هنا من غير اس خالص، احنا عارفين ليه، عشان هنا في does. football. طيب حلو جدا، احنا كده رجعنا مراجعه سريعه على البريزنت سامبل. طبعا احنا عارفين البريزنت سامبل ده بنستخدمه امتى؟ بنستخدمه مع العادات او الروتين او مع الحقائق العلميه. طيب خلينا بقى نستخدم الباسيف مع البريزنت سامبل ونشوف هنستخدمه ازاي. خلينا نكتب جمله ونشوف هنحولها ازاي ونشوف كل حاجه. لو جيت قلت لك she cleans the room every day. حلو جدا. دي جملة ايه؟ دي جملة اكتف عادي، اللي هي جملة present simple عادية، هي بتنظف الغرفة كل يوم. طيب لو عايز اقول الغرفة بتنظف، طيب هقول لك على مجموعة خطوات هتستخدمهم ايا كان الزمن اللي احنا فيه عشان تقدر تحول الجملة من اكتف لباسيف. طيب ايه هي الخطوات دي؟ اول حاجة محتاجين نحدد الفاعل والفعل والمفعول في الجملة. طيب عندنا هنا الفاعل اللي هو ايه؟ she. طيب والفعل اللي هو cleans ينظف او تنظف، والمفعول the room الغرفة. كده احنا اول حاجة عرفناها، حددنا الفاعل والفعل والمفعول. جميل جدا. تاني حاجة بنحط المفعول في بداية الجملة اللي هو ايه؟ the room، تبقى the room. دي تاني حاجة. تالت حاجة بنعرف الفعل الاساسي اللي في الجملة ده في زمن ايه، او الجملة كلها في زمن ايه. طبعا هنا زمن present simple. تمام. تالت حاجة بنضيف بعد المفعول verb to be في نفس زمن الفعل الأساسي بتاع الجملة. احنا عندنا الفعل الأساسي الخاص بالجملة cleans، ده في زمن ايه؟ present simple. هنضيف verb to be في نفس الزمن. ايه هو verb to be؟ طبعا عارفين أما و is أو are أو was أو were لو بنتكلم في الماضي. طبعا مش محتاج أقول لك is مع المفرد و are مع الجمع. طيب احنا هنا بنتكلم قلنا في زمن ال present، فإذا هنستخدم ايه؟ أما و is أو are، لأن ده برضه verb to be في ال present. طيب the room ده مفرد ولا جمع؟ مفرد طبعا، فاذا هستخدم معاه ايه؟ is. يبقى عرفنا تالت خطوه معانا ان احنا بنضيف verb to be at the same tense of the ايه sentence، يعني احنا بنضيف الفعل verb to be بنفس زمن الفعل الاساسي. الفعل الاساسي اللي هو عندنا ايه؟ اللي هو عندنا cleans، اللي هو تنظف او ينظف في البريزنت، فاذا هنضيف verb to be في البريزنت برضه اللي هو هتبقى is، ولو كانت جمع هتبقى are. يبقى the room is. يبقى دي رابع خطوة معانا. تاني أول خطوة حددنا الفعل والفاعل والمفعول، تاني خطوة حطينا المفعول في بداية الجملة، تالت خطوة حددنا زمن الجملة اللي احنا فيها عارفين ان هي present simple، رابع خطوة حطينا verb to be بعد المفعول اللي ضفناه في الأول اللي هو هيبقى is أو are على حسب مفرد أو جمع، وخامس خطوة معانا هنضيف الفعل الأساسي اللي هو clean ينظف، هتبقى في التصريف الثالث أو ال past participle ال PP، فهتبقى cleaned. تمام، لازم تبقى طبعا عارف التصريفات بتاعة الأفعال. طيب حلو جدا. فكده هتبقى the room is cleaned، الغرفة تنظف. ممكن تقول بعد كده every day. طيب بعد كده عايز تضيف الفاعل ضيفه، مش عايز تضيفه ما تضيفوش. هنضيفه ازاي؟ هنحط by وبعد كده her. طيب فبقت الجملة the room is cleaned every day by her. يبقى نراجع تاني. قلنا أول حاجة بنحدد الفاعل والفعل والمفعول. تاني حاجة قلنا بنحط المفعول في بداية الجملة. تالت حاجة بنعرف زمن الفعل ايه، احنا هنا present simple. بعد كده بنضيف بعد المفعول verb to be في نفس زمن الجملة اللي هو ايه present simple، فهنحط am أو is أو are أو was أو were. احنا هنا was أو were مع الماضي طبعا، فهنختار is أو are وحطينا is لأن ده مفرد. وبعد كده بنضيف الفعل الرئيسي في التصريف الثالث. تمام، اللي هو clean تبقى cleaned، وبكمل الجملة عادي. طيب حلو جدا. طب نخيل ان الجملة دي منفية، هنعمل ايه؟ سهلة جدا جدا جدا. كل اللي عليك هتحط not هنا بعد is، فتبقى isn't. يعني مثلا لو الجملة الأساسية بتقول she doesn't clean the room every day، هنيجي نحولها للباسيف زي وهي منفية، نفس اللي اتفقنا عليه. هنبدأ الجملة بإيه؟ بالمفعول اللي هو the room، وعندنا هنا الجملة في زمن ايه؟ في present، فهنحط ايه؟ is أو are. هنا ده مفرد هنحط is، وهنا الجملة عندنا منفية فهنحط is not أو isn't. تمام، ونحط برضو زي ما قلنا التصريف الثالث من الفعل الرئيسي اللي هو clean، هتبقى cleaned، ونكمل باقي الجملة عادي. تبقى the room is not أو isn't cleaned. حلو جدا. وطبعا لو دي جمع rooms مثلا هنقول are أو are not. حلو جدا. طيب لو سؤال هنا بنسأل does she clean the room every day، هل هي بتنظف الغرفة كل يوم؟ طيب هنعمل ايه؟ هي نفس الجملة ولكن هنحط is في بداية الجملة. هتبقى ايه؟ هتبقى is the room cleaned every day
is the room cleaned every day. عملنا ايه؟ حطينا الفعل المساعد اللي هو is اللي احنا حضفناه في بداية السؤال. ف is the room cleaned every day. كده يا شباب يبقى احنا خلصنا الجزء الخاص بالباسيف في البريزنت سامبل، وسهل جدا وبسيط. كل اللي عليك هتعمله هتتبع الخطوات اللي قلت لك عليها. اول حاجه بنحدد الفاعل والفعل والمفعول، تاني حاجه بنحط المفعول في بدايه الجمله، تالت حاجه بنعرف زمن الجمله ايه او زمن الفعل الاساسي في الجمله ايه، رابع حاجه بنضيف verb to be بعد المفعول اللي ضفناه في الاول على حسب الفعل الاساسي في الجمله. احنا الفعل الاساسي في البريزنت فهنضيف am او is او are. طبعا is مع المفرد و are مع الجمع زي ما قلنا. وبعد كده بضيف الفعل الأساسي عندنا في الجملة ولكن في صيغة البي بي أو التصريف الثالث، وبعد كده بكمل الجملة عادي. ولو عايز أضيف الفاعل بقول باي وبعد كده بحط الفاعل الشخص اللي عمل الحاجة. الطريقة دي هنستخدمها مع أي زمن. طيب خلينا دلوقتي ندخل على الباست سامبل، نراجع عليه سريعا ونستخدم نفس الخطوات اللي اتفقنا عليها ونشوف هتنفع ولا لا. طيب الباست سامبل ده عبارة عن إيه؟ اللي هو الماضي البسيط past simple. طيب بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه في حدث حصل في الماضي وانتهى. تمام. طيب تكوينه ايه؟ زي ما احنا شايفين تكوينه السبجكت اللي هو المفعول الشخص اللي بيعمل حاجه، وبعد كده الباست فورم اللي هو التصريف الثاني للفعل. وطبعا كلنا عارفين التصريف الثاني للفعل لو فعل regular بنضيف له دي او اي دي او اي دي، او irregulars بيتحفظ زي ما هو. تمام. وبعد كده بحط الاوبجكت اللي هو المفعول. لو جينا قلنا مثال I broke the vase yesterday، يعني انا كسرت الفازه امبارح. تمام. حطينا هنا السبجكت اللي هو الفاعل، وبعد كده بروك التصريف الثاني من بريك يكسر، وبعد كده the vase yesterday ده هنا ايه؟ باقي الجمله او المفعول. طيب لو هنفيها كل اللي عليك هتعمله هتحط didn't والتصريف الاول للفعل. يعني لو هنفي الجمله دي هقول ايه؟ هقول I اللي هو الفاعل عادي وحطيت didn't، وبعد كده break اللي هي التصريف الاول من broke، رجعت broke لاصلها فبقت break وكملت الجمله عادي. حلو جدا. ولو هسأل هقول نفس الكلام، هحط did وبعد كده you وبريك اللي هو التصريف الأول من broke وده vase yesterday. كده عرفنا تكوين الجملة العادية والسؤال والنفي. كويس جدا. طيب خلينا بقى ندخل على الباسيف الخاص بالpast simple. لو خدنا نفس الجملة معانا لا he broke the vase yesterday، هو كسر الفازة امبارح، وعايز أقول إن الفازة كسرت. طيب هقول إيه؟ إحنا إيه فاكرين الخطوات اللي قلنا عليها؟ بنحدد الفاعل اللي هو هنا he، والفعل اللي هو broke، والمفعول ده vase. حلو جدا. طيب أول حاجة حددنا الفاعل والفعل والمفعول، تاني حاجة بنحط المفعول في بداية الجملة فهتبقى ده إيه؟ ده vase. جميل. بعد كده تالت حاجة قلنا بنشوف زمن الجملة إيه أو زمن الفعل الأساسي في الجملة إيه، فهنا ده past simple ماضي بسيط. هبقى هنحط هنا بعد كده رابع حاجة verb to be في نفس الزمن. verb to be في الماضي هيبقى ايه؟ was or were. was مع مفرد were مع الجمع. ده vase هنا مفرد ولا جمع؟ مفرد، فإذا هنحط was. تمام مظبوط. وبعد كده يا شباب زي ما اتفقنا بنضيف التصريف الثالث من الفعل الأساسي أو الرئيسي في الجملة. الفعل الرئيسي هنا عندنا broke اللي هو كسر، التصريف الثالث بتاعه broken، فتبقى ده vase was broken. لازم طبعا تبقى عارف التصريفات علشان تقدر تكون الباسف أو مبني للمجهول. طيب وبعد كده أكمل الجملة. The vase was broken yesterday. جميل جدا. طيب لو عندنا السؤال did he break the vase yesterday، هل هو كسر الفازة امبارح؟ طيب عايزين نحول السؤال ده للباسف أو مبني للمجهول، هنعمل إيه؟ طيب هنبدأ برضو ب verb to be was أو were، فهتبقى إيه؟ was. بعد كده هنعمل إيه؟ the vase، برافو عليك، اللي إحنا هنحطينا object المفعول. بعد كده زي ما احنا عارفين طبعا التصريف الثالث من break اللي هتبقى broken، وبعد كده نكمل باقي السؤال. Was the vase broken yesterday؟ طيب لو عندنا سؤال عادي مش yes or no question اللي هو when did you break the vase، طيب هحوله ازاي؟ زي ما احنا اتعلمنا هنبدأ بوين عادي was aware، طبعا هنا مفرد هتبقى was. when was وبعد كده المفعول the vase، بعد كده التصريف الثالث من break اللي هي broken، والquestion mark when was the vase broken، يعني امتى اتكسرت الفازة.
يبقى كده يا شباب احنا اتعلمنا ازاي نستخدم الباسيف مع البريزنت سامبل المضارع البسيط ومع الباست سامبل الماضي البسيط، وعرفنا الخطوات كلها. كل اللي عليك انك تذاكر وتحل وتمارس كويس. هسيب لك دلوقتي جملتين عايزك تحلهم لوحدك، واحده في البريزنت سامبل تحولها لي للمبني للمجهول، واحده في الباست سامبل برضو تحولها لي للمبني للمجهول، وتكتب لي الحل في التعليقات وهرد عليك بنفسي. اول جمله the chef cooks the meal، يعني الشيف بيطبخ او بيطهو الوجبه، ودي في زمن ايه؟ present simple. كل اللي عليك هتعمله هتحولها للباسيف. تمام. تاني جملة معانا the teacher explained the lesson. the teacher explained the lesson يعني المدرس شرح الدرس. عايزك برضو ده في زمن ايه؟ الباست simple، عايزك تحولها لي للباسيف. طيب كويس جدا. لو في حاجة مش واضحة اتمنى تكتبها لي في التعليقات وهرد عليك بنفسي. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، واستنوني ان شاء الله في دروس جاية. شكرا جدا لمشاهدتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.